وصفتنا النهاردة وصفة بديلة للحمام، سهلة وبسيطة، طعمها مميز وعلى قد الإيد. أكلة من الأكلات المفضلة في العزومات. أكلتنا النهاردة الحمام الكداب. ازيكم عاملين ايه؟ أول حاجة نبدأ بسم الله. معايا 10 أوراق مخلية من العظم تماما، جايباها من الفرارجي مخلية. يفضل ان الاوراق تبقى كبيرة عشان اعرف املاها حشو والفها، الف الجلد عليها، ويفضل ان الجلد ما يكونش مقطوع عشان يساعدني وانا بخيطها. هبدأ اشرح الفراخ بالسكينة تساعد في السوا، خصوصا ان الوراق كبيرة. وابتدي بالمدق ادق الحتت اللي هي مليانه شويه، هي طبعا عشان اتبلت فبتبقى سريعه معايا في الدق، بتبقى اسهل. هنا التوابل بتاعتي كانت عباره عن ملح وفلفل وبصل بس، مرضتش احط توابل اضافيه عشان انا عايزه نفس مذاق الحمام. الحشوة بتاعتنا هتكون الفريك، هو ممكن طبعا يتحشي رز او مرتة. هنا معايا 100 جرام من الزبدة، سيحهم كويس جدا. اول ما يسيحوا انزل بحبة الزيت، انزل بالبصل بتاعي 3 بصلات، 2 مبشورين، 1 مكعبات، اقلب فيهم لغاية لما احصل على اللون الذهبي، عايزة لون ذهبي حلو كده. بعد كده انزل بالفريك بتاعي، الفريك ده منقوع ليلة كاملة حوالي نص كيلو. ابتدي اقلب فيه كويس مع البصل لغاية لما يمتزج تماما. النص كيلو ممكن ما استخدموش كله، اللي يتبقى بقدمه مع الحمام. بنزل بالملح والفلفل والثوم البودر واقلب كويس جدا. هنا انا ما حطيتش كبد وقوانص، بس طبعا هي بتبقى جميله جدا بالكبد والقوانص. بضيف للفريك الشوربه مجمده، بس هي هتفك مع النار مع السخونيه. بصلتين مكعبات نيين في الاخر بيدوا طعم جميل جدا جدا. هنا هبتدي احشي الحمام. الحته اللي هي عامله زي القرطاس دي لازم تبقي حريصه ان هي تكون موجوده، يعني لازم الفرارجي يبقى شاطر كده مش مبهدلها، يعني عشان هي دي اللي بتديكي شكل الحمام. ابتدي املاها الاول كده زي ما انتم شايفين. انا هنا حملها قوي، يعني حمله الحمامه قوي، مش هقولك لا ما تملهاش. الفريك هنا معايا مستوي الا حبه صغيره، مش سوا ناقص يعني. عشان كده هكتر الحشو، خصوصا ان انا هخيطها متأكدة انها مش هتفك مني. استخدمت الخلة، ما حصلتش على النتيجة اللي انا عايزاها. استخدمت ان انا الف الدبارة، برضو مش النتيجة اللي انا عايزاها. انا عاملة حمام حجم كبير، مش بتفك مني، ولا الرز بينزل في الحلة ولا اي حاجة، سواء هعملها اسويها في الفرن او اسلقها من فوق، مفيش اي حاجة بتتأثر بيها. الاسترتش والفويل مش صحي خالص، خصوصا ان انت لو عايزة تستخدمي الشوربة بتاعتها. انا ما حاولتش حتى ان انا اعمل بيهم، لان انا عايزه الشوربه وعايزه استخدمها. وان انت تبقي الاكل ملفوف في فويل ويغلي على النار، ده مش صحي طبعا. هي خياطه سريعه، بتحاول ان انت تلمي كل الاجزاء كده بسرعه، مش يعني خياطه ان هي خياطه، لا، ان انت بتلمي كل الحتت المفتحه. هتاخد معاكي وقت شويه، مش وقت كبير والله، بس ان انت هتلاقي نتيجه حلوه جدا. يعني طبعا بتبقي قاعده وشغاله بالخيط والابره بسرعه بسرعه، هتلاقي نفسك خلصتي، بس هتعجبك جدا الطريقه. طبعا مع غلو المعيشة، عشان تعملي عدد حمام لأفراد الأسرة كلهم طبعا هيبقى مكلف ومش هتعملي كتير. يعني بالطريقة دي هتقدميه باستمرار، لأن الطريقة دي هتعجبك. الأكلة مشبعة جدا، الورك ده بيبقى مشبع جدا جدا، والطعم لذيذ وشهي. كمان الحمام الكداب يعتبر من المفرزنات الكويسة جدا، ان انت بتطلعيها في اي وقت وتستخدميها. يجيلك ضيف جاية مستعجلة من الشغل، فبيكون سريع معاكي جدا في التجهيز. في كذا طريقة لتسوية الحمام الكداب. ممكن انت بتستخدمي الكيس الحراري، بيديكي برضو نتيجة كويسة لو مستعجلة. وممكن ان انت بتسويه في الفرن، بتغطيه بفويل وتدهنيه وتسيبيه يستوي، وبعد كده بتشيلي الفويل تستخدمي الشواية ان هو يحمر. او طريقة السلق، ان انت بتسلقيه وبعد كده يا اما بتحمريه يا اما بتدخليه برضو تحت الشواية لغاية لما يحمر. بصوا شكلها عامل ازاي. هبتدي املاها تاني، يعني انا مليتها بس انا هخيطها من فوق، وهبتدي املاها من الجنب. خيطها كويس قوي من فوق، وهبتدي من الجنب املى وارجع اخيط تاني. بصوا الحشو كده تملي على قد ما تقدري، هتلاقيها منفوخة معاكي، وبعد ما تتسلق هتلاقي حجمها جميل جدا، هتشوفوه دلوقتي. عايزة اقول لكم كمان ان هو سريع في السوا، مش بياخد وقت كتير. هو 10 دقايق على نار متوسطة، بعد كده بهدي النار. لو الوراك كبيرة قوي بيقعد نص ساعة بعد ال10 دقايق، صغيرة بيقعد تلت ساعة، يعني كله ما بيستحملش نص ساعة. خلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. معانا الحلة لازم المية تكون بتغلي جدا، فيها ورق روره وحبهان وبصلة، وطبعا الحمام في التوابل بتاعته كده. شكله بعد السلق دهنته بالكاتشب والسمنة البلدي والفلفل الاسود والملح، وهدخله تحت الشواية. شايفين الشكل جميل ازاي، والحجم، والحمامة مليانة قد ايه. هنا عملنا مع الحمام الكداب كشك وملوخية وجلاش باللحمة المفرومة. ممكن نكتفي بالحمام الكداب مع شيبسي وسلطة، بيبقى وجبة كافية ومشبعة. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم لايك وشير على الفيسبوك، ولو موجودين على اليوتيوب فعلوا الجرس وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ودايما معايا ومنورين سفرة شرقي.